واحدة من المدارس في انجلترا بيستخدموا الكمبيوتر علشان يصنفوا ذكاء الطلبة، فالكمبيوتر صنف مجموعة من الطلبة على ان ذكائهم 4 من 10، وصنف مجموعة تاني من الطلبة على ان ذكائهم 9 من 10. وبعد فترة من الوقت اكتشفوا ان الكمبيوتر غلط وعكس التصنيفين، ادى اللي ذكائهم 9 من 10 4 وادى اللي ذكائهم 4 من 10 9 من 10. وهنا كانت المفاجأة، لقوا ان الطلبة اللي تم تصنيفهم على انهم 9 من 10 ولكن هم في الحقيقة 4 من 10 بدأ مستوى ذكائهم يعلى جدا. وعلى العكس لقوا الطلبة اللي هم تصنيفهم 4 من 10 لكن هم في الحقيقة كان مستوى ذكائهم 9 من 10 مستوى ذكائهم بدأ يقل جدا. هو ايه بقى اللي حصل؟ هم اكتشفوا كمان ان طريقة تعامل المدرسين بناء على تصنيف الكمبيوتر هو اللي خلى الفرق ده يحصل. الفكرة المسبقة اللي اوقات بناخدها عن الاخرين هي اللي بتحدد طريقة تعاملنا معاه، بالتالي رد فعله كمان هو هيتغير.